عايزين تعرفوا الجمال ده اتعمل ازاي بالتوريقه التحفه اللي احنا شايفينها مع بعض دي. بصوا المنظر يا جماعه، حاجه كده تحفه، فاخر من الاخر. عايزين تعرفوا الطريقه ديت ازاي؟ كملوا الفيديو للاخر. بصوا المنظر، بصوا التسويه بتاعته، ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجه كده فاخر من الاخر. عايزين نعرف ده اتعمل ازاي؟ كملوا الفيديو للاخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي في كل مكان عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وعلى اصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. طبعا خلاص فاضل حوالي شهر كده على عيد الاضحى. كل سنة وانتم بالف خير يا رب، وربنا يقعد علينا الايام بخير. فقلت النهارده نعمل كده لفة جلاش باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وبسيطة وجديدة إلى حد ما، وإن شاء الله تعجبكم وتجربوها بإذن الله. قبل ما نبدأ لازم تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي كومنت حلو كده تشجعوني بيه فضلا وليس أمرا. معانا النهارده عندي لفة جلاش أي نوع أنت تحبيه، أي تفضليه، يعني أي ماركة أنت بتستعمليها. عندي عصاج لحمة مفرومة، دي لحمه مفرومه معصجاها بالطريقه العاديه خالص عشان خاطر ما اخدش بس من وقت الفيديو واطول عليكم. عايزه تعصجيها ببصل، وبعد كده بتنزلي اللحمه لحد ما تفك خالص وتنزل الميه بتاعتها وتشربها. ملح، فلفل اسود، قرفه، بهارات لحمه، وتدي تشويحه حلوه. وبعدين انا بحب احط لها قرن فلفل ملون، فاهمه؟ يعني حته كده من كل قرن فلفل. تمام. ممكن تضيفي كمان شويه زيتون فيها، شويه جبنه موتزاريلا، بس انا عاملاها اللي هي التقليديه العاديه باضافه تكه بسيطه خالص. هتطلع معاكي الجلاش مورق جدا، عامل زي الفطير بالظبط، من غير لا تحطي له بيض ولا لبن ولا الكلام ده. تمام. عندي هنا كوبايه شوربه، عندي سمنه على زبده، ده عشان خاطر التوريق بتاع الجلاش ده حوالي برضو كوبايه او كوبايه الا ربع. انا بصراحه حسيتها عشان تبقى دافيه. والمكون بقى اللي هيخليه كده حلو معانا ومورق وعامل زي الفطيره بالظبط الشرقي كده، البيكنج باودر بيبقى حلو جدا فيه. تمام. مش كتير يعني، احنا هنحط معلقه صغيره مش الكيس كله. تمام. تابعوا معايا الخطوات واحده واحده وان شاء الله هنفهم كل حاجه مع بعض. هقول بسم الله. هجيب كده العصاج والشوربه والسمنه، هقص الجلاش. بصوا حبايبي، انا عندي اللفه بتاعت الجلاش اهو، فكيتها. حتى لو في الفريزر، كانت عندي في الفريزر طلعتها فكت خالص، لا مقطوعه ولا حاجه. حتى لو مقطوعه هتتضرب كله في بعضه. نقول بسم الله. عندي هنا صينيه، انا هستعمل صينيه مدوره عادي، هتمشي معاها الحال مش هتقول لا. هدهنها بس دهنه سمنه كده محترمه كده عشان خاطر ما تلزقش معايا. تمام كده، واضح معايا؟ بسم الله. ان شاء الله بقى نعمل كمان الرقاق بقى مع بعض ان شاء الله، الرقاق الطري والناشف ان شاء الله. استنوني في وصفات العيد باذن الله، نعمل كل حاجه مع بعض. هقول بسم الله. هجيب اول ورقه واحط نصها كده واسكن النص بس، خلي دي بس كده. هعملها على شكل ايه؟ شفتوا شكل الورده كده لما بتفتح؟ وانا هعمله بالمنظر ده. طبعا لو عندك صاج مربع اشتغلي بيه، شغال وزي الفل كده. واضح معايا؟ اعمل سمنه يعني بين طبقتين وطبقتين. الفرشه مش بتشيل زي المعلقه، لو عملت بالمعلقه المعلقه هتلاقيها شالت معاكي سمنه كتير وهيبقى دسم قوي، لكن كل ورقتين كده بالفرشه هيبقى سهل معاكي. تمام. احنا عملنا كده بالطول ده، نعمل المره دي كده برضو، نصها جوه والنص التاني بره. طريقه سهله جدا لحد ما اوصل لنص الكميه كده بالمنظر ده. دي الصينيه ديت مقاس، مش مقاس، هي الطقم اللي في النص اللي هو بتاع البيتزا ده، الطقم الصينيه اللي في النص، عشان مش مكتوب عليها رقم فانا مش عارفه، بس هي غالبا بتبقى 28 تقريبا، حاجه كده يعني. هي صينيه حلوه محمله، عايزاها رقيقه كبري الصينيه تبقى زي الفطيره كده رقيقه، دي هتطلع مظبوطه معاكي. تمام. هكمل بقى نص لفه الجلاش بالطريقه ديت وهرجع لكم تاني. بصوا حبايبي، خلاص كده انا خلصت الكميه بتاعتي، حوالي نص، بس هي زادت معايا واحده فروحت شايلاها من السمنه، مش هيجرى حاجه. هضيف كده بقى اللحمه المفرومه بتاعتي
الفلفل الالوان بيديها طعم حلو. وعايزه تغيري الحشوه دي براحتك، ممكن تعمليها ميكس جبن، ممكن تعمليها حشوه فراخ، يعني مادام حشوه فالحشوه دي انت اللي بتتحكمي فيها، عايزاها كتير عايزاها قليل براحتك. يعني انا شايفه كده يعني حوالي مظبوطه اللحمه دي، حوالي يعني هي الا ربع ولا هي نص، حاجه بين الاتنين، فاهمين؟ انا بعصق كده يعني مثلا كيلو 2 كيلو واحطهم في الفريزر لوقت مثلا زي كده. بصراحه بتنفع، ولا طعمها بيغير ولا بيحصل لها اي حاجه. هعمل ايه دلوقتي؟ هبتدي برضو اقفل دي الورقتين الزياده اللي قلت لكم عليهم. هعمل كده برضو ونفس النظام، عكس عكيس كده، ايه اكنها ورده مفتحه بالظبط كده. نضغط عشان تبقى ايه ماسكه في بعضها. هكمل برضو بقيه الرصه بنفس الطريقه وهرجع لكم تاني. بس لو وصلتي الفيديو متنسيش تحطي لي لايك وتشتركي في القناه. بصوا حبايبي، عشان وانا بلف لقيت بصوا يعني الورقه اللي قبل الاخيره بصوا مقطعه ازاي. دي طبعا مش هتترمي، يعني دي ممكن هنعملها كده تمام كده في النص كده، ولا اي حاجه، كلها تبقى طبقات دلوقتي وهتدخل في بعضها. هنعمل كده، ما تقوليش لا دي مقطعه مش هتنفع او باظت، لا 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 ان شاء الله ما نرميش حاجه باذن الله. بسم الله، صلوا على النبي يا جماعه كده، صلوا على النبي، اذكروا الله، لا اله الا الله. واحنا شغالين كده دايما سمي كده، وخلي البركه ايه تبقى في الاكل كله. اول واحده دي هعملها كده، بس في الاخر لا انا نسيت ثانيه واحده معلش، انا سايبه واحده في الاخر خالص. هعمل ده كده ثانيه واحده. بصوا حبايبي، ورقه الجلاش معايا خلاص كده تمام. هعمل ايه بقى؟ هبتدي اقفل كده كده واحط سمنه من شويه الطبقات دولت، اروح دهنه بالسمنه كده كويس كده، عشان السمنه دي اللي هتورقها تمام. اروح جايبه ده كمان كده، بسم الله، كلهم مع بعض كده كده، ونضغط عشان يمسكوا في بعض كلهم، عشان الخلطه ما تفكش. ممكن تحط شويه جبنه موتزاريلا لو عايزه الخلطه ما تخرجش منها، بس هي الحمد لله مش بتخرج معاها يعني، وبتطلع مظبوطه وزي الفل. نطبق كده عشان خاطر ما يبقاش فيها ورق كتير وتكلكع كده. نطلع كده كده بالظبط، بسم الله، واورق بالسمنه لعلمكم، يعني انا مش هاخد الكوبايه كمان كلها كده. هنزل كده بسم الله، بس الجلاش عشان خاطر ما يكلكعش معايا، واحده واحده وبالراحه خالص وبهدوء، هيطلع معاكي زي الفل باذن الله. ممكن تكبري الصينيه شويه، انا عاملاها عشان حباها مثلا تبقى القطعه مليانه شويه تمام. انتي حباها تكون اقل شويه، كبري الصينيه عادي مش هيحصل حاجه، وهتبقى رقيقه معاكي كده كده اهو. هاجي بقى اخر ورقه انا شلتها ما استعملتهاش، هعمل كده الورقه الاخيره دي، هعملها بالمنظر ده كده، واروح مدخله كله من جوه. اجيب معلقه بس. بصوا حبايبي، رجعت لكم تاني خلاص بقى، عايزين بقى نسوي الوش كده عشان يبقى ايه شكله متناسق وكله كده في قلب بعضه جوه. هاجي كده بحرف معلقه زي ما انتم شايفين كده، هقول بسم الله، اطلع حرف الجلاش من تحت، ما تقلقيش وما تخافيش هيطلع معاكي بكل سهوله كده، واروح ضغطه. بصوا خلاص لمت الاطراف كلها كده، بسم الله، نفس النظام. هكمل بقيه الارقام بتاعتها كده كلها وهرجع لكم تاني. بصوا لمت خلاص نفسها كده، هظبطها وهرجع لكم تاني. بصوا حبايبي خلاص كده انا ظبطتها بقت تمام وزي الفل. ناقص حته لسه صغيره هنا ندخلها، خدتش بالي منها، مش حاجه تمام حلو قوي كده. هنزل بقى كده معلقتين 3 سمنه من فوق قبل ما اقطعها. طبعا الجلاش لازم يتقطع قبل ما يدخل الفرن عشان خاطر ما ينشفش، لا يعني هينشف ومش هتعرفي تقطعيه، هيكسر منك في الاول وهو لسه سخن تمام. خلاص كده كفايه سمنه كده كده، السمنه بتاعته حلوه وزي الفل.
بعدين عندي كمان الشوربه بمرقه اللحمه، مرقه دسمه يعني، فكده كفايه ايه قوي. هقطعها بقى التقطيعه اللي انت عايزاها، عايزاها مثلثات، عايزاها مربعات، اللي تفضليه. هقول بسم الله كده. انا حابه اقطعها مثلا كده مربعات مثلا، تمام. هقطعها كده وهرجع لكم. خلاص يا حبايبي، بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، والسمنه دخلت في بقيه التورقات اللي موجوده. دلوقتي اعمل ايه؟ انا مسخنه الفرن دلوقتي على درجه حراره 180، الرف اللي في النص. هدخلها دلوقتي الفرن، انا سايباه يسخن. هدخلها دلوقتي الفرن، تمام. هتقعد قد ايه معايا؟ هقعدها ربع ساعه، ربع ساعه بالظبط. ههز الصينيه كده هلاقيها بتتحرك خلاص، مسكت نفسها. هطلعها. بعد ما اطلعها هنرجع نكمل اللي مع بعض. استنوني يا حبايبي. خلاص كده انا طلعت صينيه الجلاش بتاعتي من الفرن، قعدت ربع ساعه. بصوا خلاص سابت الاطراف، بصوا بقت عامله ازاي. سامعين الصوت؟ بسم الله. يعني سابت بعض كده وسابت الحروف بتاعتها. هبتدي هعمل ايه دلوقتي؟ هعمل الخليط اللي هسقيها بيه. انا مش هسقي لا بزبادي ولا بلبن ولا بنشا ولا الحاجات دي خالص، انا هسقي كده. بقول بسم الله واحط. ثانيه بس اقطع البيكنج باودر كده حلو. واحط معلقه صغيره بيكنج باودر على الشوربه بتاعتي، عشان معلقه كبيره يعني حاجه حبه قد كده، معلقه صغيره مش مليانه. هقول كده بسم الله كده. بصوا شايفين الفوران بتاعها الشوربه عشان كانت دافيه. طبعا الشوربه دي فيها الملح بتاعها ومتظبطه. بسم الله كده. ابتدي التفاعل بتاعها بقى. التفاعل بتاعها ده انا عايزاه في قلب الجلاش نفسه. هقول بسم الله كده. هي حوالي كده مج كبير هيشربه، متقلقيش. بس كده تمام وزي الفل. دي التكه بتاعتي في عمايل الجلاش. هيشرب ده كله دلوقتي. هرجع ادخله الفرن دلوقتي تاني. بصوا خلاص دخل كده، هو مش كتير ولا حاجه، حته بس معوجه، الصينيه معوجه. هدخله الفرن دلوقتي تاني. اقرب لكم بس الكاميرا. هدخله بقى دلوقتي الفرن تاني. هيقعد حوالي ربع ساعه كمان، تمام. من ربع ساعه لتلت ساعه. ومش بفتح عليه الشوايه، هو بيتحمر مع سخونيه الفرن، بيتحمر وبيبقى تمام وزي الفل، تمام. هدخله بقى الفرن، وبعد ما يستوي هنطلع نطلعه مع بعض ونقطع خرطه ونشوف ايه الاخبار. استنوني. خلاص يا حبايبي كده. ده شكل صينيه الجلاش بتاعتي بعد ما طلعت في الفرن. حاطط لها بس جرنش كده بسيط للصوره زي ما انتم شايفين كده. بصوا الطبقات بتاعتها عامله ازاي. سامعين اصلا الصوت؟ يعني هي مقرمشه خالص كده من بره، عامله زي الفطير، وطريه من جوه. تعالوا كده نقطع قطعه ونشوف كده ايه الاخبار. تعالوا كده شويه الخضره ديت. بسم الله. دي فايده اللي احنا قطعناها قبل ما ندخلها الفرن. خلاص يا حبايبي كده. مش قادره اقول لكم الريحه بتاعتها. ثانيه بس ارفع كده كم العبايه. ريحتها تحفه ازاي، ريحتها حلوه قوي. سخنه. انا اسفه بس سخنه عشان سخنه والبخار طلع على ايدي. استنوا بس كده اسلكها. بسم الله الرحمن الرحيم. والله السكينه اسهل، النبي عربي، بلا سباتيولا ولا معلقه. بصوا المنظر، الصينيه من جوه عامله ازاي. تعالوا بقى كده نشوف الطبقات بتاعتها. بصوا التوريقه برضو سخنه جدا. بصوا المنظر بتاعها من جوه. اتمنى بقى يكون الوصفه عجبتكم ونالت رضاكم. اتمنى بيكم دعم وشير بقى وسبسكرايب للقناه. وكل سنه وانتم طيبين كده، وربنا يجعل علينا الايام بخير يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.